السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البيتي فور. دلوقتي بصوا، أنا مش عايزة زبدة أو سمنة بلدي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، مش مالية الكوباية قوي، مش كبساها يعني. وعايزة نص مج سكر بودر، بس يكون منخول حلو جدا عشان ما فيهوش تكتلات. وعايزة بيضتين بدرجة حرارة الغرفة برضو. وعايزة فانيليا سايلة معلقة صغيرة. وعايزة كمان ذرة ملح. دلوقتي جبنا بولة زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالمج الزبدة عليها، تكون زي ما انتم شايفين كده مش جامدة. زي ما احنا شايفين كده احنا نزلنا بالزبدة. بعد كده هننزل بالسكر بودر نص المج. بعد كده بقى دلوقتي هنضرب بالمضرب الكهربائي حوالي 5 دقايق. كده زي ما احنا شايفين الخليط بقى تمام، السكر والزبدة. دلوقتي احنا ما قلناش على الدقيق، بس لما نحط البيض وذرة الملح والفانيليا هقول لكم نحط من 2.5 دقيق ل3 كوبايات، على حسب بقى الزبدة عندكم اللي انتوا جايبينها، عشان الدقيق من دقيق لدقيق بيفرق يعني. دلوقتي بقى هننزل بالبيض بيضة بيضة كده زي ما احنا شايفين. دي اول بيضة كده، بسم الله. هننزل بقى عليها الفانيليا السايلة. لو ما عندكوش سايلة عادي جيبوا فانيليا عادية، مش مشكلة يعني. نضرب تاني كده البيضة لما تختفي خالص. هننزل بالبيضة التانية بقى كده زي ما انتم شايفين كده، بسم الله. ونضرب برضو تاني. دلوقتي هننزل بذرة الملح زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هننزل بالدقيق بقى زي ما انتم شايفين كده. نبدأ بكوبايتين الأول، بعد كده نعجن، بعد كده نشوف لو محتاجين ولا لأ. بالمج برضو العادي زي ما احنا شايفين كده. هنلم كده العجينة بقى كده. بصوا كده هي لسه هي بتلزق، يبقى عايزة عجين سوري، عايزة دقيق تاني. هننزل دلوقتي كده بنص كوباية تاني دقيق، ولو احتاجنا هنحط نص تاني كده. زي ما احنا شايفين كده العجينة تمام كده، خدت مني 3 كوبايات دقيق. طبعا نجيب الدقيق اللي هو الفاخر او اللي هو لجميع الاغراض، عشان هو اللي بيبقى حلو في البيتي فور بصراحة، وكل الحلويات او المعجنات يعني. دلوقتي بقى هنشكلها. عندكم المكنة، عندكم قمع، عندكم اي حاجة، كيس سيليكون وفيه القمع. هوريكم دلوقتي انا بعمل بالقمع سهل جدا. بعد كده هنحطه على درجة 180 في الفرن في الرف الاوسط، ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الفرن عندكم. دلوقتي كده هنجيب الصاج وندهنه دهنة بسيطة زيت، ما نكترش الزيت عشان ما يفرش معانا البيتي فور. زي ما احنا شايفين كده. بصوا القمع، اي قمع عندكم كده، بصوا العجينة معاكم زي الفل اهي كده زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتم شايفين خلصنا الكمية دي، هنحطها كده ونسيب مسافة في الفرن على 180 في الرف الاوسط زي ما قلت لكم، ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الفرن. دلوقتي بقى نص الكمية نحط عليها معلقة واحدة بس كاكاو، عشان نعمله زي الشوكليت يعني. كده انا قسمت نص الكمية كده، ونحط بقى معلقة بس كده كاكاو خام، ونعجن برضو كده زي ما انتم شايفين كده، تبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده برضو هنشكلها ونحطها في الفرن. زي ما احنا شايفين كده انا شكلت بالقمع زي ما انتم شايفين اشكال اهو كده. ده بالقمع زي ما انتم حابين بقى تعملوا براحتكم. دلوقتي بقى هندخله الفرن برضو مع صاج كبير كده. زي ما انتم شايفين الصاج طلع اهو من الفرن جميل جدا. بصوا كده استوى، طلع بجد تحفة. بصوا كده وطري وحلو، بصوا ودايب دوب. بصوا ودي الكمية بعد ما بردت البيتي فور. بصوا انا طلعتها على ورق زبدة كده. ودلوقتي بقى هنلزق بقى بالمربى والشوكليت واي حاجة عندكم، جوز هند،
فول سوداني، بندق، فستق، اي حاجة يعني. بصوا زي كده، زي ما احنا شايفين كده كده، زي ما احنا شايفين دي شوكولات ودي مربى، لازم تكون زي كده مفيهاش قطع، سايلة. جوز هند، وكمان دوت فول سوداني وفستق، زي ما انتوا حابين بقى اللي عندكم. دي طبعا زي ما قلت لكم الكميه اللي طلعت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. كده دلوقتي بصوا هنجيب اتنين زي بعض كده بالشكل ده. دلوقتي هنجيب مربى كده زي ما احنا شايفين. بصوا كده نحط مربى كده، بعد كده هنلزق كده، نحط في الشوكليت بقى كده زي ما انتم شايفين. بصوا كده هنجيب زي ما انتم شايفين كده، كده نعمل بالمربى زي ما قلت لكم كده. نحط في الشوكليت كده، نحط في الجوز الهند كده زي ما انتم شايفين كده بقى. ونكرر بقى كله كده لغايه ما نخلص الكميه كلها. كده البيتي فور بعد ما خلص ولزقناه، وبالهنا والشفا. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. زي ما انتم شايفين كده بصوا طالع بجد احسن من بره.